السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يا جماعة غدانا اللي انا ملحقتش اصوره وانا بعمله كده. هنا دخلت بعد ما اتغديت، دخلت اشوف الركنة لقيتها بالمنظر دوت. طبعا ما دخلتهاش بالي ياما لان التلفزيون اللي هنا ايه بعافية شوية، فما دخلتش هنا. طبعا اتفاجئت من المنظر فقلت ايه بقى، هعمل لي واحد نسكافيه بقى كده بلاك بقى عشان الواحد يظبط بقى دماغه بقى. فقلنا بقى نظبط بقى كده دماغنا ونعمل ايه النسكافيه، وادي الوش بتاعنا الجميل الطعم دوت. وهنا كانت كوتشينه رفوزه وعيوطه. انا هنا مقعده فوق الرخامه بس طبعا ماسكاه طبعا. هتشوفوا اصلا دلوقتي هو دلوقتي هيعمل اصلا بلاوي دلوقتي. هنا اهو ضربنا النسكافيه، احلى نسكافيه ده، خلي بالك انا بعمل احلى نسكافيه على طول بعمله. جوزي مش هنا عشان خاطر ما يشوفنيش، يجي يقول لي قومي اعملي نسكافيه اقول له ماشي حاضر وانام واسيبه. اكيد كلنا كده مش انا بس، هو يشرب شاي وانا اشرب نسكافيه. بس يا كوتي بس يا كوتي قول لهم بحوا بحوا يا خالتاتو، عاملين ايه يا خالتاتو؟ شايفيني وانا ماسك العصايه عشان اضرب قولي يلا. قول لهم هضرب انا اهو، اضرب ماما اهو انا. هو دلوقتي هيعمل فيا عامله ما يعلم بها الا ربنا. هتشوفوا دلوقتي هو هيعمل ايه، هتشوفوا. انا لازم اعدل الطاسه قبل ما اخش على الركن عشان انا لازم اشرب واحد نسكافيه الصبح يا جماعه. متعرفوش ليه، خلاص بقيت مدمنه، بقيت مدمنه نسكافيه. لو انتوا بقى فاضيين كده بقى نقعد كده بقى شويه بقى ندردش كده بقى. استنوا بقى، هي مفيش احلى يا جماعه من دردشه البنات مع بعض. يم يم يا عالجمال. ده احلى يم نسكافيه اهو، يمي. احلى نسكافيه بتاع دودو، احلى نسكافيه بتاعت ام اوسه. مش انت اوسه؟ ايشي بقى اللي هم عاملين ايه اهو. عمل الجريمه يا جماعه طبعا زي ست مصريه اصيله. ايه ده؟ كلت ايه ده؟ ايدهم، ايه ده؟ كلتها. بص بيزعق لي والله العظيم. والله يا جماعه في الفيديو ده هو بيزعق لي، صوت لي كده وزعق لي زي ما هو بيزعق كده. انا بعد ما خلصت الركن اهو، بس طبعا هجيب لكم وانا بروقها. اصبروا، ده انا بوريكم كده بس بشجعكم ان انا بس خلصت. التقيل جاي ورا، التقيل جاي ورا هتشوفوا. هنا مسدس تيتا امي انا جايبهوله، ودي ام احمد جايبه له العربيه ديت. طبعا بمناسبه ان انا التحف كلها طبعا شلتها، فلازم طبعا احط اي حاجه، حط له صورته وحط العربيه وحط الشاكوش. طبعا ده الغسيل اللي انا شلته من الصاله الصبح هشيله، بس المره دي هطبقه يا جماعه. انا عندي مشكله يا جماعه مع التطبيق. هتقولوا لي ليه؟ اقول لكم ما اعرفش ليه. انا ما بحبش اطبق. انا ممكن اروق اغسل، ممكن امسك لكم الركنه دي ادعكها لكم اغسلها لكم، الانتريه اي حاجه، السجاد. لكن انا عندي مشكله مع التطبيق. يا ترى في حد شبهي نفس الموضوع ده ما بيحبش يطبق؟ بس هو الغسيل ده انا لسه لما امبارح انا لسه غاسله اهو. هشيله بس المره دي بقى هطبقه بقى، هدخله اوضه النوم وهطبقه خلاص بقى وهشيله. نفسي اجيب يا جماعه كفر للركن، نفسي بجد. على طول بحط دي عشان خاطر ابني وجوزي يعني بيبهدلوا الدنيا لما بنيجي ناكل كده. بس انا نفسي اجيب كفر للركن، بس عايزه كفر للركن يعني يكون حلو يستحمل معايا، مش زي اللي هما بيتحطوا شكل دول وخلاص. يعني يعتبر احنا قعدتنا واكلنا وشربنا في الركنه. هرمي كل المخدات على الارض، كله هيترمى على الارض. يرمي هجيري نفاضي نفاضي. خلي بالكوا يا جماعه انا بمسك الركنه دي بغسلها، بحط فيها الشامبو بتاع الفرش دوت. وبحط رابسه طبعا عشان خاطر ما تغيرش. هو الشامبو ده بتاع المفروشات وكده. وبمسك كده بالليفه السفنجه ديت وبدعك، وبتروح قشطه 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 يعني متقلقوش يعني. بجد انا بحب الحاجات ديت، يعني بحب قوي اهتم بالانتريه والركنه والحاجات ديت، لان هي يعتبر لو شكلهم وحش خلاص انت هتتضايقي اصلا من نفسك يعني. انا لا، انا لازم اغسلهم. انا في العيد يعني انا مش عارفه في العيد انا هصور لكم ازاي. انا في العيد اصلا ببهدل الدنيا. ده الفيديو ممكن يعدي اليوم كله. انا اليوم كله ببقى في الركنه، بشيل الركنه ديت، بمسك الحيطان اغسلها، بمسك الشباك ده اخلعه. مش عارفه انا ازاي هصور لكم في رمضان وفي العيد. وطبعا بعمل الحاجات دي في الوقت العادي، بس مش على طول طبعا يعني، لان دلوقتي معايا طفل. لكن قبل ما اخلف وكده كنت بهدله الدنيا يعني، كانش يهمني الحاجات دي. كنت كل ما الاقي نفسي فاضيه اقوم وانا حامل والله، كنت بقوم ابهدل الدنيا دي. يعني الحمد لله، الحمد لله الواحد طول ما فيه صحة مش هيسيب يعني حاجة تانية متبهدلة يعني.
الحاجة بتيجي بشقة يا جماعة، مش بالساهل والله، مش بالساهل. والحاجة دلوقتي غالية، لو الحاجة باظت هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ مش هنعرف نجيب مكانها. انتوا ما تعرفوش حاجة، الدنيا غالية. الله يكون في عون يا جماعة اللي هيتجوز، الله يكون في عون العرسان والعرايس. بجد يعني الواحد نفد والله الزمن اللي احنا فيه ده. انا متجوزة ايام الغلاوة، بس دلوقتي بقى غلاوة اكتر طبعا، بقى اوفر الموضوع يعني، موضوع تجاوز حدوده يعني. بس الحمد لله يعني، كده كده هيتجوزوا غلت رخصت هتتجوز ان شاء الله. هشيلها انا يا جماعه دلوقتي. طبعا شوف، طبعا في اول فيديو اللي انا شلتها لقيت المنظر لا لا لا، مش ماشي خالص مع بعض، رحت شلتها. بس انا جبتها لكم في اول فيديو، ما جبتها لكش في اخر الفيديو. نسيت بقى يا جماعه، سامحوني سامحوني. كل اللي معاه اطفال اكيد عارف ان هو بينسى كتير قوي. تعرفوش ايه مشكله النسيان يا جماعه؟ بجد العيال دول بيلحسوا الدماغ بجد يعني، بامانه. بجد يا جماعه، اي حد دخل يشوفني منورني، واللي عمل لي اشتراك برضو منورني. اوعوا تكونوا ما عملتوش لايك لحد دلوقتي، ده انا نسيت صح اقول لكم. اوعوا تنسوا اللايك. قول لهم يا اوسي، قول لهم اوعوا تنسوا اللايك ليا انا ومامي. صح يا لوزة؟ صح يا لوزة؟ يلا نشيل المخدات دول، انا بحطهم بنسند عليهم ظهرنا وكده، بدل المخدات ديت تفطس يبقى شكلها وحش وكده يعني. بس بعد كده هشيلهم برضه. هشيلهم، بس اقول لكم الصراحه انا شلتهم بس عشان التصوير. كانوا بعد كده هفرش المفرش ده تاني، وهحط المخدتين دول تاني. الصراحه يا جماعه، الصراحه انتوا عارفين المصريين ما بيحبوش يكذبوا، وانا اسكندرانيه ما بحبش اكذب. انا هحطهم تاني، بس انا مش خاطر التصوير. بس انا هحطهم، وانا هسيب المخدات تفطس يعني يا جماعه كده ويبقى شكلها وحش؟ لا طبعا، كله بيطلع في الغسيل يا جماعه. اشيل دلوقتي واحط والدنيا هتبقى حلوه معايا يعني. بس انا شلتهم، ممكن بكره كده ابقى احط كده، عشان بس ايه ما حدش يخش يبقى رخم كده يقعد يعايب كده. فانا شلتهم عشان كده يعني. بس انا عارفه ان انتوا حبايبي يعني، في حبايبي يعني كتير يعني، مش يهمهم الكلام دوت. هنا اوسه، انا عارفين انا جبته هنا ليه؟ عشان حضرته راح عند الترابيزه شد لي المفرش. عامه انا ما عنديش مفرش بيقعد عامه يعني، ولا مفرش ولا اي حاجه الحمد لله يعني. وحتى صورته والله يعني انا مصوراه هو عنده سنه ما شاء الله. لا برضو يعني. صلوا على النبي يا جماعه كده في الكومنتات، طول ما انتوا قاعدين كده صلوا على النبي، صلوا على النبي واستغفروا ربنا، وقولوا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. والله يا جماعه انا سميت يونس بسبب الدعاء ده، جالي رؤيه والله. يعني اسم يونس ده كانت رؤيه اصلا. بحكي لكم القصه بقى بعدين. هنا جبت مكنسه بالكهرباء عشان خاطر اكنس. الصبح لما روقت معاكم الصاله نسيت اكنس الصاله يا جماعه معاكم، ونستها بعديها طبعا. كنستها طبعا، كان اول فيديو ليا فكنت متلخفنه، فكنتش عارفه اعمل ايه الصراحه. بس الحمد لله، يا رب يكون عجبكم يعني. بس يا لوزة، بس معلش يا جماعة، معلش رجعت لكم تاني معلش. يونس بس ما يعيط شوية، مزمزق زمزوق. قال لهم بحوا بحوا يا خالتاتو، قال لهم عاملين ايه؟ قال لهم جير جير جير، قال لهم جير. هنا يلا هو بنكنس. اي ما تقعدش، اديكوا يا جماعة عض ايدي، طلع له سنتين بيعضني بيهم ايدي، ينفع؟ لم نفسك، لم نفسك. هيلم نفسه خلاص، هيسمع الكلام. يلا اكنس 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 اكنس. انا يعني ساعات اكنس بالمكنسه بالكهرباء، وساعات الصراحه يا جماعه بكسل يعني، بجد بكسل. بس هي حلوه طبعا، بتشوف كل حاجه. بس مش عارفه الواحد اللي بيكسل ان هو يجيبها ويحطها ومش عارف. بس يعني الحمد لله، بس هي عامه احلى من المكنسه طبعا التانيه بكتير، دي بتشوف كل حاجه لو في شعر ولا في اي حاجه. يلا اكنس 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 اكنس، خلي الركنه زي الفل. رحتوا مني فين؟ متنسوش تعملوا لايك، اشتركوا في القناه. ان شاء الله ان شاء الله كده، بدل ما احنا عاملين نرغي كده
انقي قصص كده حلوه احكيها لكم واحنا قاعدين ايه بنروق بنعمل حاجه. لو اي حد عنده يعني قصه ممكن يكتبها لي وانا اقولها. انا اصلا بحب القصص وبحب اقولها. الواحد حاسس وهو يعني بيتكلم كده هوت، يعني لو حد قدامي اعرف اكلمه كده وندردش ونتكلم، لكن انا حاسه ان انا بكلم نفسي يا جماعه. فاهمين انتوا الموضوع دوت ولا مش فاهمينه؟ صلوا على النبي يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك تشتركوا في القناه. ويا رب الفيديو تكون عجبكم. ودي الحاجات اللي ابني وحريمني احطها على الترابيزه ده اهو، رصيد دولت. وباي باي ومع السلامه، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.